ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا فكرت نعمل اكلة بسيطة كده ومش مكلفة وتكون فيها كمان بروتين، عشان دلوقتي كل حاجة بقت غالية نار، ومش هنعرف نجيب لحمة ولا فراخ لان اصلا الفراخ حتى ما بقتش موجودة. ففكرت الاكلة السريعة اللي مش مكلفة السهلة ان اجيب نص كيلو لحمة مفرومة على كيسين مكرونة، يعني تقريبا كيلو الا ربع مكرونة ياكل لي 7 افراد. اكلة جميلة جدا وسهلة وما كلفتنيش كتير. يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. نص كيلو لحمة مفرومة، هعصجها بقى. حلة على النار فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، وانزل باللحمة المفرومة كده لغاية ما تاخد اللون الحلو ده. انزل بقى عليها بالبصل، 3 بصلات مقطعهم مكعبات صغيرة. انا مزودة كمية البصل عشان تزود معايا كمية اللحمة المفرومة. دلوقتي بنزل بالبهارات بتاعتي، ورق لورا وملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة بهارات لحمة ورشة جوز الطيب. وهسيبها بقى تاخد يدي على النار كده على جنب، واحط لها كمان نص كوبايه ميه صغيره، واسيبها على نار هاديه. على حله تانية دلوقتي على النار فيها معلقه سمنه وزيت، وانزل عليهم ببصله مقطعاها مكعبات، وبقرن فلفل حامي ومعلقتين صلصه. انزل دلوقتي بعصير الطماطم، تقريبا كيلو طماطم، وعليهم البهارات بقى ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه ومعلقه سكر. دلوقتي بسلق المكرونه في ميه وملح عادي. ودلوقتي اللحمه المفرومه خلاص استوت معايا، بحط اخر تكه فيها قرن فلفل حامي على فلفل بلدي، بيدي لها نكهه وريحه وطعم حلو قوي. خلاص الطماطم اتسبكت معايا، بنزل بالمكرونه. خلاص بقلبها في الصلصه وعلى التقديم على طول. المكرونه ما تنزليش بيها على الصلصه غير ساعه التقديم، علشان بس ما تعجنش وتلزق معاكي. شايفين طعمها وريحتها كانت حكايه بصراحه. يا ريت تجربوها وتقولي رايكم. بنزل على الوش باللحمه المفرومه وتقدميها على طول، وبالهنا والشفا. أكلة جميلة وكاملة بجميع العناصر الغذائية، مش محتاجة أي حاجة جنبها. يا رب تعجبكم، ورأيكم في الكومنتات، ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد.